بعد الفيديو ده لازم الدايت يبوظ. مكرونة سايحة ورهيبة معمولة بالفراخ والمشروم. بصلاية صغيرة ومعلقة سمنة هشوحهم على النار، وهحط عليهم فراخ متبلة بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر ورشة زعتر. هشوحهم 5 دقايق بس على النار، وبعد كده انزل عليهم بالمشروم، ويستحسن يكون فريش بس انا ما كانش متوفر فاستخدمت المعلب. بحب اعمل كمية بشاميل كبيرة عشان تبقى سايحة كده وجوسي. حطيت 4 معالق من الزبدة وعليهم معلقتين زيت، 6 معالق من الدقيق، وقلبتهم شوية على النار. والكمية دي بتحتاج 6 كوبايات كبار من السوائل. حطيت 5 كوبايات كبار من اللبن السخن وانا بقلب، وبعد كده حطيت كوباية من مية سلق المكرونة. وطبعا حطيت ملح حسب الرغبة وشوية صغيرة من الفلفل الاسود عشان ما يغيرش لون البشاميل. وده كده القوام اللي انا محتاجاه. عندي مكرونه مسلوقه 3/4 سوا، هحط عليها 4 كبسات من البشاميل واقلبهم عليها وهسويهم في الصينيه، وبعد كده هبدا احط عليهم الحشوه بتاعه الفراخ والمشروم. وكخطوه اختياريه بحب احط موتزاريلا في النص، وبعد كده ارص عليها باقي المكرونه. بعدها هحط باقي كميه البشاميل كلها فوق المكرونه. وكده هتبقى جاهزه معايا. هحطها في الفرن في الرف الوسطاني لمده تلت ساعه، وبعد كده على الشوايه. بصوا بقى بعد ما طلعت من الفرن الموتزاريلا كده بتمط والمكرونه سايحه وطعمها رهيب. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.